عرفوا ان في جواب جاي له، ظرف جاي له من المطعم اللي كانوا بيتعشوا فيه. بقول له يا فندم انت في ميعاد واحنا عندنا خبر لو اتأخرت اكتر من كده نبعت لك الظرف ده. امه كانت دافعة حساب الاكل علشان خاطر هي اللي هي عازماه وعارفة ان هي مش هتطول، وفعلا كتبت ورقة وقالت له العشاء على حسابي، بس المرة دي انت ومراتك مش انا وانت. انت فرحتني وانا هفرحك. تخيلوا، تخيلوا يا جماعة، تخيلوا بعد ما ماتت عايزة تفرحوا. انتوا متخيلين الام بتعمل ايه؟ متخيلين الام تقدر تعمل ايه؟ الام 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 بعد ما مات